سؤال بس كده. سؤال: هي شهادة الايش بالذات الدولية لو انا اخدت النيبوش تغني عنها، ولا لازم أنا اخد الايش وبعدين النيبوش؟ يبقى احنا قلنا ان في بعض الشركات بيكونوا عاوزين نيبوش وايش الاتنين مع بعض. هي المفروض ان النيبوش بتغني عنها، بل هي بتغني عنها. بس بلاقي بعض الاعلانات منزلين انهم محتاجين النيبوش والايوش معا. الايوش اصل النيبوش من الاساس. في مرة من المرات انا حضرت محاضر ففي مرة من المرات انا حضرت تمام محاضر كان بيقول ان حط انت مكانك مكان الاتش ار. في واحد معاه النيبوش بس، والتاني معاه النيبوش والايوش، والاتنين حلوين، هتختار مين؟ اكيد اللي معاه الشهادتين. مع ان الاتش ار مع ان ممكن اتش ار معرفش يعني ايه ايوش ولا نيبوش. هو فاهم ان الشخص دافع ومكلف. الاتش ار يهمه الشهادات الكتير قدام الشركة، ان الانسان ده معتني بنفسه. فالموضوع مش هو موضوع معلومات بقدر ما ان الشخص بيطور من نفسه بالشهادات. الاتش ار شايف انك بتطور من نفسك. فعلا الناس بتبص لعدد الشهادات مطلوبة وبتفرق كتير، وعلى حسب مين الشركة. برضه لو الشركة مش فاهمة بتكون محتاجة الشهادتين، ساعتها بتبص انت معاك من الشهادات. تمام كده.